الخير يا حلوين، صباح العافية علينا وعليكم. أنا اليوم بدي أصور هذا الفلوج يوم الأحد الساعة 9:30 صباحا كالعادة مثل ما عودتكم. أصبحنا وأصبح الملك لله. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعت لكم بفلوج جديد. اليوم احد وعطلة وهدوء واجواء الكريسماس وبلشت العطل الرسمية. هسه راح اسوي قهوة عربية وراح اسوي ليمون. اشرب لي جلاس ليمون واسوي لي فنجان قهوة عربية اشرب، وبعدين اخذكم وياي اروح اشتري الصمون لان احنا عندنا اليوم قمر عراقي. عندي هاي المبخرة كلش حلوة، هي طبعا مو مبخرة، معطر جو. تبخر البيت، تبخر الغرفة اللي انتم حاطين بيها هذه، كل مكان موجودة، أي دولة أي مكان. حاجة 1 يورو أو 1000 دينار عراقي تخلون بيها شمعة، بعدين تخلون هاي القطرات حسب النكهة اللي تحبوها. وكنا نعرف إنه كل واحد ذوقه، موجود فراولة، موجود ياسمين، موجود القرفة، الأورنج، البرتقال، الألافيرا، حسب ما تحبون. حتى الفلفل موجود، أنواع الرواقة. هنا الحرارة راح تبلش بيها وراح توزع الريحة بكل المكان اللي تخلون بيها. هواي المتابعين يسألوني سمر شلون تعتنين بشرتك. هسه أنا قعدت الصبح من النوم وغسلت وجهي وبعدني ما مخليه لا كريمات ولا أي سيرم ولا أي شيء. راح أجيبهم هنا وأشارك وياكم شلون أعتني بالبشرة. عندي هذا الكريم استخدمه هو روتين صباحي يومي، اخلي من عنده. طبعا هاي شوية الماركات غالية بس تبقى عندي يعني مثلا 3 شهور اكثر، فأوزعها بكل وجهي. طبعا انا ما مخليه اي شيء. هنا كان صورت لكم الفلوج بغرفتي بس عندي ضيوف، صديقات توفى بايتين يمنا، فلهذا اصور لكم بالمطبخ. وزعت الكريمة بكل وجهي. طبعا هذا الكريم يساعد على ترطيب البشرة، ينمو ويغذي الخلايا اللي تحت الجلد، بيه هواي شغلات مفيدة. وخلاص هاي الماركة اللي حابين يشترون من عندها تلقوها. هذه بالصيدليات موجودة، اونلاين اكيد موجود، بس انا اشتريها من الصيدلية.
بعد ما اخليهم شوية ينشفون، بعد ما تنشف هاي الكريمة ابلش اخلي من هذا السيرام. هذا موجود بالرودمان. طبعا تفاصيل الكريمة العفو السيرام موجود بقناتي التيك توك يوميات تمر في المانيا، منزلة من وين اشتري وشون استخدمه. تلقون قناتي مال التيك توك موجودة صندوق الوصف. بعد ما ينتهي هذا الفلوج تروحون على صندوق الوصف، موجود به روابط اثنين التيك توك مالتي. التيك توك الاولي اللي افتح بيه لايفات تمر، والثاني يوميات تمر في المانيا. ان شاء الله السنة الجديدة راح نحاول افتح بيه لايفات. هذا الشيء اخلي شوية بايدي وبعدين اوزعهم. اكيد لما بدون حجاب راح يتوزع اكثر الكريمة والسيرم. هسه راح نسوي قهوة عربية. قبل ما نسوي قهوة عربية متابعين يسألوني شنو نوع الفاونديشن اللي تستخدميه. هو من نفس الماركة استخدم هذا الفاونديشن، هو نفس الشركة. طبعا هاي الماركة كلش زينة للبشرة، حاولوا تجربوا. بس اما الارقام كل وحدة وحسب بشرتها. عندكم البياضة ثلج، نقول البياضة طبيعي، الحنطاوية، السمراء، ونبدي تدرج البشرة. فمتوفر عندهم بالصيدليات بالاونلاين كل الارقام حسب نوع بشرتكم. هسه راح نسوي قهوة عربية. اليوم يوم جديد. طبعا انا ما اشتريت من هذا الورد البارحة. أنا كل يوم نهاية اسبوع او بداية اسبوع اشتري باقة ورد. هذا الورد خلص ذبل. ان شاء الله باكر افتح الماركتات واشتري باقة ورد. هاي المزهرية الثانية همينة خلاص. خلي اسوي قهوة عربية وياكم. أنا صار لي 10 سنوات مغتربة. الغربة قدمت توقعون صعبة. مي وكانت قهوة عربية أخذها مرة واحدة. هاي طريقة القهوة العربية بطريقتي. تعطينا رغوة حلوة. صار لي 10 سنوات مزارع العرب. ممنوع علي زيارة بلد الأم، لأن هنا القانون بألمانيا لازم تاخذ الجنسية الألمانية يلا تروح لبلدك. نحن جيران. واللي ياخذ الجنسية الألمانية له حق يشتغل أو يعيش خارج البلد. مثلا يستعمل بألمانيا وأخذ الجنسية الألمانية له حق يعيش بالعراق بأي دولة أخرى. هنا أنا خلصت القهوة مرة واحدة بس، وراح أتركها وراح أحضر الفنجان وأرجع لكم. حبايبي حلوين، لا تنسون وياي اللايك والاشتراك ومشاركة القناة. وأنا كلش أشكركم لأنه أنتم ما قصرتوا وياي بالمشاهدات ولا قصرتوا وياي باللايكات.
بس اريد اكثر واكثر. حلو، بلشت تفوح الريحة وتبخر. المطبخ صار كله ريحة ألوفيرا. نحن الألمان منزلين فناجين صغار مع القهوة بس بدون ماعون، كلش حلوات، واليدة مالتهم بيها 3-4 ألوان. عندي بالخاص طلعت رسائل يكتبولي سمر شلون تقدرين تصورين فلوج او فيديو مثل ما نقول بدون مكياج كامل. حبايبي اهم شي القناعة، يعني بالاخير انا بشر مثلكم، فممكن يصير عندي اوقات اخلي بيها مكياج، اخلي بيها حمرة، اخلي بيها كحلة، ممكن يكون عندي اوقات على طبيعتي، ونفس الوقت نرجع ونقول المرأة مزاجية، في كل الحالات مزاجية، والقناعة كلش مهمة. فأنا عندي قناعة، يعني شلون ما أريد أصور وياكم إنه أخلي مكياج أو ما أخلي مكياج، يعني كل الحالتين عندي نفس الشي. اكتبولي بالكومنتات شلون اتعامل ويا الفناجين اللي بدون صينية، العفو معون. يعني انا اشوفها كلش غريبة انه فنجان بدون معون. اكتبولي بعدكم افكار حلوة حتى اطبقها. فعلت القهوة. محتارة مع الليمون بالغسالة. أنا الغسالة مال المواعين شغلتها من البارحة، واليوم طبعا فتحتها، العفو بيها صارت شوية ريحة يعني مثل الزفر، فممكن متجاو، ممكن شغلات أخرى ما أدري والله. أنا هاي اليومين القشور مال الليمون ما جاي أخليها بالغسالة، وأنواع المنظفات أخلي، فهسه شغلتها مرة ثانية، خليت طبق 1 كلور شوية زاهي ترتيبات، وشغلتها مرة ثانية للغسالة، فالمحتارة مال الليمون بالغسالة. شوفوا قطع
المطعم أجواء كلش حلوة. خلت تحت كبرت شوية من فوق يبدل هواء بالبيت. بسم الله. كلش طيب. اكتبوا لي بالكومنتات من وين جاي تشاهدون الفلوق مالتي. انا طلعت من العراق بال2015 وتخرجت من كلية التربية قسم اللغة العربية وعلوم القرآن. 3 سنوات أدرس لغة عربية وعلوم قرآن. بعدين المرحلة الأخيرة اللي هي الصف الرابع بالجامعة لازم نحدد نختار لو عربي لو إسلامية، فاختاريت عربي. أنا المهم اختاريت عربي وتخرجت ودعمت مدرسة لغة عربية وعلوم قرآن. بسم الله. بعدين طلعت من العراق رحت على تركيا، ومن تركيا سافرت وشفت الموت بعيني، والوصول إلى ألمانيا كلش كان صعب وتأذيت فيه. هذا الطريق شفت برد وشفت أذية وشفت تعب أكيد. وبعدين لما وصلت ألمانيا نفس الوقت بالكم هم أنا تحملت جنسيات مختلفة، نفسيات مختلفة، أشكال مختلفة، وصبرت وكافحت أجل بناتي وعائلتي. ولحد هاي اللحظة والثانية حاليا يعني ببيت وأخذت إقامة الحمد لله. هاي شو نقول مقتطفات سريعة أو نبذة سريعة حكيت لكم عن حياتي. حاليا أعيش أم للبيت، الأطفال أقوم بالواجب وياهم، أسوي لهم أكل، أغسل ملابسهم، أنظف، والحياة حلوة مرة وزينة ومو زينة. احنا بكل الحالات لازم نتقبلها العفو. فأكيد ماكو يوم يكون حلو ولا يوم يكون بس صحو أو بس ظلام. أكيد الظلام والضوء والبرد والحار هاي نوع من أنواع الحياة. وأنا كلش مشتاقة إنه أتمنى أزور العراق، مشتاقة أشوف الأهل الأحباب، فإن شاء الله يا ربي يرزقني الجنسية وأقدر أروح أشوف بيها أهلي. بسم الله. أهم شي بالحياة اللي تعلمته هو الصبر. صبرت بالحياة على كل شي شفت، خاصة هنا بالغربة الإنسان لازم يحارب، يقاوم، ثم يحارب، ثم يقاوم. أنا جاي أقاوم وأحارب بهواي أمور. حبايب لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. شوفوا هاي الأجواء الحلوة الممطرة. بهذا المطر راح اروح اجيب طمون حتى ناكل جامر عراقي بابليون. عندهم فرع، يعني الفرع الرئيسي مال جامر عراقي بابليون بهولندا. حليب جاموس جابولي.
صباح الخير يا تيجر، صباحو يا حلو. هلا صباحو تيجر، تعال تيجر، شنت نايم يا حلو. هاي الكريم والجيران تقدرون تشترون من عنده وتستخدمون، وبي نفسه بس تصير جوا قطعة حمراء استخدام ليلي. هذا استخدمه بالصباح والعصر، يعني بالنهار. وهسه راح اروح اخذكم وياي اروح اجيب كمون. شوفوا المطر، اجواء ممطرة حلوة. بعد صار بالمظلة، صارت بالعكس. طبعا انا لابسة قمطلة ام الكبوس، بس المظلة اخذتها على مود الكاميرا حتى اصور لكم الاجواء، حتى مركبة للكاميرا التليفون. لا راح نشبع ضحك على هاي المظلة. شوف المطر، جو كلش حلو. شوفوا كمية الأمطار. يعني قد ما تمطر بأوروبا ماكو فيضانات. شوفوا هذا الورد. صحيح أوروبا حلوة مثل ما نعرف يعني، وسمعانين ونقول جنة الأرض، بس غربة. طبعا الجو اليوم دافي بصراحة، بس مطر، والمطر خير وبركة. جو ما بي برودة زايد، لا حلو. طبعا الفلوك مالتي روتين عطلة نهاية الأسبوع. بيوم الأحد هدوء، سيارات قليلة، أشخاص قليلة، بالضبط مثل حظر التجوال بالعراق، لأن عندهم تصير استراحة، ماكو شغل بهذا اليوم، فيقعدون يرتاحون. شوفوا المطر. هنا أنا القطار بعد على بيتي دقيقتين 3 دقائق. أسوي المظلة وارجع لكم لين بهدلتني. ما تصير أبدا، كسعت. راح أخليها على حد الكاميرا. هنا راح اروح على بكراي. البكراي بالالماني يعني يبيعون متجر مال صمون وفطائر، حتى اشتري للعائلة صمون ياكلوه ويا القمر العراقي. طبعا اكو بهولندا قمر عراقي بابليون،
البارحة جابوا لي اياه صورته فلوق بالتيك توك وجربت طعمه كلش طيب. حكيت روحي بالعراق وماكله من الجامر بالعراق، فتقدرون تكتبون بالصفحة مال التيك توك جامر عراقي بالبابليون، راح تطلع الصفحة مالتهم وتسووا له متابعة تتواصلون ويا جماعة أوروبا وألمانيا حقا. حبايب يا حلوين، لا تنسون اللايك. شوفوا شلون شايلة المظلة بإيد وبإيد الثانية على مود أصور لكم، وأريد اشتراك بالقناة حتى أوصل 1000 متابع. ومثل هذا اليوم بعد سنة إن شاء الله أريد أشوف شقد أوصل بالمتابعين، قد راح يصير عدد المتابعين بقناتي إذا الله خلانا طيبين. إن شاء الله يا ربي عمركم طويل والصحة والسلامة للجميع. اكتبوا لي بالكومنتات شنو أمنياتكم على 2025 وأكيد راح أجاوب عليكم. هنا أنا وصلت يم المتجر، مشيت حوالي 4 دقائق وصلت المتجر اللي بيعون بيه صمون. أنا أقعد الصبح من وقت عندي أطفال وبيت وعائلة أتحمل المسؤولية وعندي رجال، فأقعد أقوم بالواجب وياهم، أشوف النواقص أجيبها، أتسوق. شفت الفلوقات اللي قبلها روتيناتي، فالقناة هاي مالتي واقع حقيقي، عبارة عن واقع حقيقي. يا حلوين أحبكم. هسه راح أدخل على المتجر على مود اشتري صمون. مو من الباب الثاني والله دخلت. كنت أصور لكم وما منتبهة. هذا المتجر مال صمون. هنا راح أدخل، راح أخلي المظلة مالتي هنا ما عليها شي. شوفوا هاي الحلويات، الكيك، فطائر، نعمل كيك، الحلويات، فطائر عندهم، كرواتون، كل شي عندهم. هنا أنا اشتريت الصمون للعائلة وإلي، لأن أنا في صمونة سمرة ما أكل الخبز الأبيض. وهسه راح أرجع على نفس الطريق أروح على البيت. راح أخلي الصمون بالجنطة وأرجع لكم. هنا أنا العالم تجي تشتري صمون من المتجر مال المعجنات وتروح على البيت، لأن قلت لكم اليوم أحد وعطلة، يعني هدوء رسمي. عندهم مرة بالأسبوع يقدرون ياكلون براحتهم، يقدرون يتهنون بيه، لأن أوروبا كلها شغل. أني
اشتغلت 3 سنوات وأدفع ضريبة وكل شي حسب الأصول. ولما قدمت على الجنسية رفضوني، لأن القانون هنا لازم الأب والأم يشتغلون. الأب كان ما يشتغل وبس أنا اشتغلت، فرفضوني فقط على مود الأب لأنه ما يشتغل. إن شاء الله يا ربي راح أحاول أرجع أشتغل مرة ثانية، أحاول أشتغل شغل كامل، لأن أنا اشتغلت تايل سايت أكو بالمانيا وميني شوب وفول سايت. أنا اشتغلت تايل سايت، أحاول إن شاء الله أشتغل فول سايت. والشرط اللي بسببه رفضت ما أخذ الجنسية، أحاول أرتب أموري وأخذ الجنسية الألمانية إن شاء الله، وبهاي أقدر أروح أزور بلدي وأشوف أمي وأبويا. واو. وأخيرا المطر وقف، مو وقف وإنما قلل، فما أحتاجها نهاية بعد. شوف الفرق بين الراحة والرجعة. الراحة رحت مبهدلة، مطر قوي وهواء، وهاي كانت معذبتني وياكم. والرجعة لا، بالعطا اللي يفتحون المطاعم الصينية، لأن أكو طلبيات أونلاين قوية على الأكل الصيني، السوشي ما أعرف شو يسموه، الأندومي، هاي السوالف. أحس بطاقة إيجابية. شوف الحدايق قد حلوة ومرتبة. هنا مثلا يهتمون بحديقتهم ينظفوها. اكو عالم تفوت بس تفتش مر باكيت، يجونهم ما ينظفوها خطية. ماكو مثل العراق سياجات يبنون سياجات وطابوق وهاي، لا. عندي اول فلوك او ثاني فلوك بالقناة مالتي شرحت لكم بيها شنو نوع السياجات اللي خلوها بحدايقهم. ارجعوا على الفلوكات القديمة مالتي، اذا عندكم وقت شاهدوها، حطوا لي لايك. الله قد حلو، بعد جمال كلش حلوة، كانوا يهتمون بيه ويقطعون ويرتبوهم. حبيت. هاي اللي تحسون بالمطر القوي هذا مال الشجرة ينزل. من اوصل البيت ان شاء الله راح اسوي شاي عراقي مهيل. انا كل يوم افتح لايف على قناتي بالتيك توك سامر، اسوي ويا المتابعين شاي تشوفوني هيل. ورد محمدي لازم اخلي ورد محمدي بالشاي، كلش طيب. بعد شلون مهتمين بالشياد مالتهم. الله. اوصل البيت وارجع لكم. هنا انا قررت قبل ما اوصل البيت اشوفكم مكان مثل المشاتل الصغيرة او الحدائق الصغيرة، ياخذوها العالم القطع يأجروها يزرعون بيها الشغلات اللي يحبوها. شوفوا هاي الاكواخ بعد المطر، قبل شوية كان خفيف هسه بلش صار اقوى. هنا يسوون مشاتل يخلون بيها خشب شغلات من غير بيوتهم، يجون بيها بالصيف وبالشتاء حسب ما هم ما يحبون. طبعا هاي البيوت شوفوا هذا اللي فرغ المي فدوة كيوت. خلي اخذكم شوي. هنا القطع ركوت منه كلش حلو.
بس أحلى. احنا ما يحتاج نأجر شقة صغيرة، العفو حديقة، او مثل ما نقول مثلا عندنا حديقة. النباتات خابلون. شوف الجمال. كلش حلو هاي المساتل. هنا يفوتون من هذا الشارع اللي عندهم كلاب بزاجين، العفو كلاب، بس كلاب بزاجين غلطوا، اللي عندهم كلاب يفوتون من هنا يمشوهم. باعوا هذا الطير يفدوه. خلي اخذكم على قطعة، اكو قطعة زارعين بيها مع هاي المشاتل يا حلوين. لا تنسون اللايك. حبيت اصور لكم اتعب وياكم حتى تشوفون الحياة في المانيا شنو موجود، شنو اكو. كمية المطر كلش قوي مطر. هنا يزرعون بيها، ما اعرف شنو زارعين. حتى راح نرجع على نفس الطريق، اوصل البيت وارجع لكم. شوف الطين. هنا انا وصلت البيت. اشتريت طمون للعائلة، اشتريت 6 طمونات. وين طمونتي؟ هاي طمونتي. راح اسوي شاي. رجعت لكم يا حلوين، راح اسوي شاي. شلون اسوي الشاي العراقي بطريقتي. استخدم شاي الغزالين، دغزال كلش طيب. هذا طبعا جبته بدون هيل طبيعي. واخلي وياه هيل ورد محمدي. خلط الورد محمدي يوميا، اخلي ورد محمدي باللايف للمتابعين. يوميا استخدم بالشاي ورد محمدي. بقى شويه ان شاء الله باكر راح احاول يكون عندي وقت اروح اشتري ورد محمدي. اشغل الطباخ، اخلي شويه ورد محمدي. الله. واخلي حبايتين هيل. هاي القرف مال السنون تعرف قديمة، الله يرحم بيبياتنا اهالينا. بيبياتنا كانوا يعضعضون الهيل ويخلوه فوق الشاي. هسه بعد ما يحتاج نخلي حبايتين شاي وها الهيل وها هي. واخلي هيلة خاطوقة اكل ونص شاي. تيجان بدي صار محمر دم، لازم اخلي شوية مرطب. عندي هاي
حافظة غسلتها باللايف، نقعتها يوم كامل بس طختها. حافظة الطفل موقوفة مال المدرسة، لازم تحاولون تفسخوها هذا على مود تصير نظيفة، لأنه هنا نعرف الجراثيم والشغلات تتراكم بدون ما احنا ننتبه. شوف شلون نسويها. ندوخ مستحيلة. الطفل هذا ركبتها. الاعتماد على النفس أهم شي، واحد يعتمد على نفسه، ماكو شي مستحيل. خلينا نشوف شلون راح نسويها، شلون راح نركبها بالتركيب. اعتقد صار. تعلمنا بالحياة لا شيء مستحيل، كل شي بالحياة ماكو شي مستحيل. فأنا ركبتها بشكل صحيح. هاتي قال مو حطت لك فوفا أكل. وين النقص بالموضوع؟ اكو خلل لازم اسويها. عاندت وياي. هسه اعتقد ضبطت. تيقال ليش تسوي كحة تيقال؟ تجي فوفا اسألها، شفت غرابة بالموضوع، مستحيلة. هاي قلت لكم ماكو شي مستحيل، بس وين الغرابة ما ادري. فوفا
الجيمر العراقي بابليون، المعمل مالتهم بهولندا. البارحة اجوا وجابوا لي اياه ويا حليب جاموس. هاي بعدين ارجع اشوف فوفا اسألها شلون اكملها. المهم غسلتها. صار لي 10 سنوات ما شاربة حليب جاموس. حتى راح اسوي حميه ولو انا اشرب الحليب بارد بس خاف مو مفور. خلي افور اللي براد وبعدين اشرب. اكتبوا لي بالكومنتات بعد ما تخلوا لي اللايك، اكتبوا لي بالكومنتات شلون تشربون الحليب بارد لا حار. انا صيف الشتاء اشربه بارد بس هسه بالاول لازم افوره لان بصراحه ما اعرف اذا هو مفور او لا. واو ما شاء الله شلون حليب. خلينا نسوي القمر مجهزة الريوق وياكم. هذا القمر شرحه الغسالة وقفت واخيرا. واو حتى ريحة تمام بعد ما خليت كلور زاهي وغسلتها مرة ثانية. مو قمر ضيم. نور وابو نور نايمين راح نتريق بس انا وفوفا. شوف القمر. سعمكم العافية. هذا قمر عراقي بابليون، المعمل مالتهم بهولندا من حليب جاموس مركز 100%. ارجع اخلي بالثلاجة. شوف المواعين شلون صارت نظيفة مرتبة وريحتها واو. هسه راح اجهز الميز وياكم. على حسب عيني. خلت اشوفكم الحليب. شوف الحليب مال القمر. طبعا هذا القمر صدق واو. شوفوا هنا انا فورت حليب الجاموس وهذا المعطر اللي قلت لكم عليه مال جو كلش حلو. شوفوا الحليب بلش يفور ما شاء الله يخبر. بسم الله. واو خلى بخرة من النوم. اطفي الطباخ. خلينا نشوف الشاي العراقي سويته.
ورد محمدي وهيل. ريحة الغسالة بالمواعين كلش طيبة. هاي الأجواء عندي بالغربة. هنا أنا راح أحضر الاستكانات إلي والفوفة حتى أعلمها وأخليها ما تنسى عاداتنا وتقاليدنا وشون عشنا بالطفولة، شون كنا نتعامل وشون نشرب باستكان عراقي. هذا الاستكان العراقي لازم ما ننساه ولازم نعلم أطفالنا عليه. تيجر جاي يصور تيجر شر عاقل. تعالي فوفا. هاي الخواتيم مالتها الجديدة. طبعا أنا صارلي من 2017 حدثت ما أستخدم شكر بالشاي، بس أكو ماركة كردي شفت عندها هاي النوعية من السكر بالزعفران، فقال لي هذا السكر يعني النبات كله زين، فما أعرف إذا أطلع إيراني أو أفغاني ما أدري. اكتبوا لي بالكومنتات إذا تعرفون عن هذا السكر. راح أخلي وحدة يوميا الصبح، أخلي وحدة. وراح أخلي الفوفة عباية سكر وحدة كلش كافي عليها، ما أعلمها على السكر. منتظرة الشاي يفور. وشنو بعد؟ ها هو قلاص المي. اللي هو الفوفة تيجار. تعتلين الكلينسة نخليها بالسلة. هاي الطمنة مالتي وحدة كلش تعطي على لون. طمنة وحدة تعملها بيها بذور اليقطين وحبة بذرة الشمس. حتى تعرف تعب 12 ضبط وقت عيوبي، لأنه أنا أسوي صيام متقطع، أصوم 13 ساعة. تقدر جاية تسوي ساعة عاد تقدر عاد قدام المتابعين. هنا الشاي طار. يا حلوين لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على مود يوصلكم اشعار انه نزلت فلوج جديد. ومثل ما قلت لكم انه اول بداية للقناة مالتي خلي اوصل 1000 متابع. هسه انا تحت 1000 متابع، فانزل كل 4 فلوج بعد ما اصير 1000 متابع ان شاء الله.
بدعمكم إلي راح أقوم أحاول أنزل 2 فلوق بالأسبوع الواحد. وأكيد دبس البصرة، ما يحلى الجمر العراقي إلا ويا دبس البصرة. بسم الله. يا محلى بلدي الجمر العراقي دبس البصرة. هنا الريوق صار جاهز. خلي خاشوقه السكينة، نخلي نصب شاي عراقي. تعالي كوفة يا صباحو. اكيد اليوم انتي راح تريقين شاي عراقي وقمر عراقي ودبس بصرة عراقي. شوف الاجواء قد حلوة. يا حلوين، وهنا على بنتي الفلوق. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة القناة لأكبر عدد ممكن. وأنا هسه راح أتريق باللايف ويا متابعيني بالتيك توك. وهذه رهف هي بنتي الصغيرة آخر العنقود. صباح الخير فوفا. أول مرة تشوفوها متابعيني باليوتيوب قناتي يوميات سمر في ألمانيا. هلو جايز، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ أنا أحمد الله يجعل كل شلونه. باي. قولي لهم ما تقصرون ويا ماما. إيه، قناتي جو الألف متابع. جو الألف. تدوسون اللايك، الاشتراك، الكومنت، تفعيل الجرس. باي باي. باي. باي.